النهارده أنا عايز أكلمك على مفهوم قوي جدًا، مفهوم ناس كتير مش فاهمة معناه الصح، المفهوم ده اسمه الانعزالية، كتير من اللعيبة أو من الناس الطبيعية اللي تسمع كلمة الانعزالية ديّة يعني واحد واخد جنب من نفسه، واخد جنب من الناس، وهي الحقيقة مش كده خالص، إن الانعزالية في الرماية إنك بتبني عالم جواك أنت الوحيد اللي مسيطر عليه، بعيد عن أي دوشة خارجية أو أي حاجة بتحصل حواليك، ودي من العلامات اللي فعلًا بتفرّق ما بين اللاعب العادي واللاعب المحترف. تخيّل نفْسك كده داخل الميدان لوحدك، ما فيش حد موجود في الميدان، هتتدرّب إزاي؟ هتتدرّب بمنتهى التركيز، هي دي الحالة اللي المفروض تكون معاك وأنت بتتدرّب في وسط زمايلك، وأنت في بطولة، مين واقف وراك بيعمل إيه، مين واقف جنبك بيعمل إيه، مين واقف قدّامك بيعمل إيه، أنت أصلًا مش حاسّه، مش شايفه، كإنه مش موجود، أنت وصلت لمرحلة من التركيز العالية جدًا لدرجة إنك انعزلت أو انفصلت عن العالم اللي حواليك، هو ده اللي بيخلّيك تركّز في أدائك كويس جدًا وتقدر تكتشف الغلطات اللي ممكن ما حدش يحسّها غيرك، لإنّك أنت اللي ماسك السلاح، أنت اللي شايف بعينك، لو أنت اتشتّت أو اللي حواليك ضايقك أو اللي وراك اتكلّم بصوت عالي مثلًا وأنت أخدت بالك واتفاعلت معاه، أنت كده فصلت عن الأداء بتاعك، يبقى قدّامك حل من 2، يا تطلع برّه الحارة وتستعيد توازنك وتستعيد الحالة الكويسة اللي أنت كنت فيها وتخش تاني، يا إما وأنت في الحارة تعمل الموضوع ده لو الوقت مش هيسعفك إنك تطلع لبرّه. خلّي بالك الموضوع ده ما بيتبنيش في يوم وليلة، ده محتاج تدريب متواصل، تدريب مدربك الوحيد اللي يقدر يحطك في الحالة دي. اسمع كلام المدرب بتاعك أو اطلب منه إنه يوصّلك للحالة دي، هو أقدر واحد إن هو يخلّيك توصل للمرحلة ديّة، الانعزالية في الأداء بتاعك أو الانعزالية في رمايتك عمومًا هو المدرب بتاعك، اوعى تشُك في يوم من الأيام إنك ما تقدرش توصل لها، لأ أنت بتوصل لها، بدليل أتحداك إنك لو أنت بتعرف تسوق إنك كان معاك مكالمة ووصلت للمكان اللي أنت كنت عايز تروحه، وفوجئت أو أدركت إيه ده أنا وصلت، طب هو أنا سُقت إزاي؟ هو أنا مشيت من أنهي طريق؟ هو أنا دوست فرامل إمتى؟ هو أنا كنت سايق على سرعة كام؟ الحاجات دي أنت ما كنتش مدركها، الحاجات دي أنت تناسيتها، بس خلّي بالك هي موجودة، لإن هي دي ليها فيديو تاني تحت اسم التلقائية في الأداء، هنعمله قدّام شوية، إنما موضوع حلقتنا النهارده الانعزالية، إزاي تفصل، ما تقلقش أنا هاقول لك الحل في الآخر، إزاي تفصل نفسك عن اللي حواليك وفي نفس الوقت تحافظ على أدائك. أنا عايزك توصل للمرحلة دي، مرحلة إنك تكون مسيطر على مجريات الأمور اللي في إيدك إنك تغيّرها أو تسيطر عليها. صوت الجمهور أنت مش هتقدر تسيطر عليه، إنما تقدر تعزل نفسك عنه. حركات اللعيبة اللي جنبك، اللي وراك أو اللي قدامك، بتعمل حاجات بيضايقك، أنت مش هتقدر تسيطر عليهم إلا في حدود القانون أو احتياطات الأمن، إنما تقدر تعزل نفسك عنها. النتيجة أنت ده شيء في علم المستقبل، ما نقدرش نعرف إيه اللي هيحصل بعد دقيقة، فده أنت ما تقدرش تسيطر عليه، بس تقدر تسيطر إنك إمتى تختار الطلقة اللي تضربها، وإمتى تختار ما تضربهاش. طب الحاجات دي كلها هتسيطر عليها إزاي وأنت مش عازل نفسك عن اللي حواليك، واخد بالك من كل حاجة، مشتت، هتعرف إزاي؟ خلّي بالك الموضوع يبان لك إن هو سهل، أنا هاقدر أعمله، بس هو في الحقيقة هو السهل الممتنع، سهل إنك تعرفه، صعب إنك تنفذه،
بس هل مستحيل؟ مفيش حاجة مستحيلة طالما إنك عندك الإرادة إنك تقدر تعملها. طب حلها إيه يا كابتن أحمد؟ هاقول لك حاجة بسيطة جدًا، حاجة أنت بتعملها يوميًا، وأنت في الصلاة اعزل نفسك. فكّر في الكلمة دي مرّة و2 و3 هتعرف إن ده أو المكان الوحيد أو الطريقة من الطرق اللي أنا بافضّلها إنك تبني لنفسك انعزال عن اللي حواليك وأنت في الصلاة.